ازيكم عاملين ايه؟ بتكونوا كويسين. فيديو النهارده هيكون عن منتج مختلف شويه. احنا دلوقتي طلع لنا حبايه في وشنا، فانا جايبالك منتج هيشيلها من اول مره ومن اول استخدام هتستخدميه على الحبايه. فمش عايز اطول عليكم، يلا بقى نعرف ايه هو. مبدئيا المنتج ده انا مش هعرف اقول لكم اسمه، بس انا هوريكم صورته ليه. وطبعا لو عايزين نعرف اسمه ممكن ناخد العبوه بتاعته سكرين شوت ونعرف ايه هو المنتج ده. طيب المنتج ده بيعمل ايه للبشره وليه اتكيت قوي على ان هو هيشيلك الحبايه من اول مره؟ إيه، انا بالنسبه لي جربت ده وجربت فيوسيدين، الاتنين ما كانوش وحشين خالص خالص خالص، بس ده اجمل شويه لانه بيشيلك الحبايه وبيقشرلك مكانها. فانت مش محتاجه بعد ما الحبايه تتشال نقشر مكانها او نعمل سكراب للبشره. علشان ايه هو بقى هو ده؟ هحاول اكتب لكم برضو اسمه فوق اكتر عشان يكون اوضح، لاني انا بجد اسمه كبير بالنسبه لي، انا ما بحبش اقول اسمه واسمه رخم بالنسبه لي، فاكيد برضو ان هو كده مش واضح، فانا هكتب لكم الاسم هنا علشان يكون اوضح. المرهم ده انتوا اكيد شايفين ان هو متداس عليه عربيه، متداس عليه ترماي. من قد ايه انا بجد بستخدمه وبحبه قوي وبفضله جدا، بالذات في الحبوب اللي هي بتبقى طالعه، اللي هي بتبقى فيها ماده، مش حبايه عاديه زي اي حبايه بتطلع في البشره، لا، الحبوب اللي بتبقى طالعه فيها ماده رخمه دي عليكي وعلى ده هيشيلها لك من مره واحده بس، مره واحده بس. بيقشرها وبيشيلها، بيموت كل الوضحان ان هو مكتوب عليه. هو هنلاقي ان هو مكتوب عليه هنا كده العلاج حب الشباب. هو جل موضعي مش كريمي، هو جل. انا مش عايز اطلع منه لان هو ميت فما فيهوش غير حتتين هنسيبهم ليا. فهو جل البتاع ده لو جربتيه من مره عايزه اقول لك هيقعد معاكي كميه رهيبه جدا رهيبه جدا رهيبه جدا. يعني انا هو مش بيطلع لي حبوب كل كتير او فترات طويله يعني، لكن وقت ما بيطلع لي حبايه مبقاش شايله همها، لان خلاص انا هحط عليها ده لو هي بالليل، لو انا عندي خروجه بالليل وطلعت لي حبايه المناسبات الجميله الحلوه دي، حطيه عليها الصبح، بالليل انسي الحبايه خالص. طيب ده وصل كام دلوقتي؟ انا مش متذكره وصل كام خالص، ولا سالت عليه من قريب لان هو كان عندي من بعيد، لكن هنلاقيه في رينج فيوسيدين او اعلى من فيوسيدين شويه. طيب لو راح اجيبه لقيت سعره اعلى من فيوسيدين وسعره مش مناسبني، ممكن اعمل ايه في الحاله دي؟ هاتي فيوسيدين عادي جدا. بس هو الفكره بين الاتنين ان ده بينجز من اول مره، فيوسيدين بيقعد معاكي شويه، بلس ان ده بيقشر مكان الحبايه مش بيمشيها بس او بيشيلها بس، لا هو كمان بيقشرلك مكانها. فانا ما عنديش فرق بين الاتنين قوي غير الكام حاجه اللي لسه ذكراهم دول. لكن لو ده مش مناسبك من ناحيه فلوسه فعادي جدا، ولا كانك تعرفيه. وهذه فيوزيدين، وفيوزيدين على فكره جميل جدا برضو، وفي حبوب بتبقى فيوزيدين تحفه معاها. فما تضايقيش نفسك لو انت ما قدرتيش تجيبي ده، فيوزيدين موجود وكده كده هيموت الحبايه. انا كده خلاص الفيديو بتاعي النهارده، واشوفكم في فيديو تاني وجديد. باي.